في أيام صيف 2008 شباب في ولاية أريزونا بيخبطوا على باب شقة صاحبهم ترافلز. الموبايل مش بيرد ومفتحش الباب من يومين. كان المفروض يسافر مؤتمر لكنه اختفى فجأة. بعد ساعات من القلق حد جاب نسخة من المفتاح ودخلوا، وأول ما دخلوا كانت الريحة وحشة جدا. البيت كان هادي بشكل غريب، لكن في حاجة غلط. لما فتحوا باب الحمام لقوا جثة متكومة جوه الدش، مليانة طعنات، حلقه مقطوع ورصاصة في راسه. ترافيس ألكسندر، الشاب المرح الناجح المتدين، اتقتل بطريقة وحشية. طب مين اللي عمل كده؟ الشرطة بدأت تربط الخيوط. البيت مفهوش آثار اقتحام، الباب ما كانش مكسور، مفيش بصمات غريبة، في بس حاجتين غريبين: كاميرا صغيرة كانت مرمية جوه الغسالة، وأرض مبلولة كأن القاتل خد وقت في التنظيف. رجعوا الصور من الكاميرا، وهنا بدأت الحكاية تاخد منعطف غريب. آخر الصور كانت لترافل عريان واقف جوه الشاور، واضح انه كان بيتصور وكان باين انه هو مرتاح ومبتسم. وبعدها لقطات مشوشة لرجل شخص واقع على الأرض وشخص تاني واقف فوقه. دول باين في الصورة بس مفيش وش ومفيش هواية. وهنا بدأت الأسئلة. ترافلز كان عنده مشاكل مع مين؟ قالوا ان كان في علاقة غريبة بقالها فترة مع شابة شغالة في نفس المجال، تعرف عليها من سنة ونص، وكانوا تعرفوا في مؤتمر وحصل اعجاب سريع. لكن القصة دي ما كانتش قصة حب عادية، كانت بتراقبه وبتظهر له فجأة وبتغير شكلها وبتهدده وبتطرده، وفي نفس الوقت هو انفصل عنها بس كانت دايما ترجع، وهو احيانا ما كانش بيعرف يقول لها لا. صحابه شافوها كذا مرة بتدخل البيت من غير إذن، وصور كاميرات الجيران شافوها ماشية حوالين البيت في أوقات غريبة. ومع كده وقت الجريمة لما الشرطة سألتها قالت إنها ما كانتش حتى في الولاية دي، وقالت إنها كانت على بعد مئات الأميال عند أهلها. لكن الشرطة اكتشفت مفاجأة: موبايلها اتسجل له نشاط في نفس مدينة الجريمة، والعربية بتاعتها كانت متغيرة نمرتها، والبنزين كانت شايلاه في جيركن مخصوص عشان ما تتسجلش جوه محطات البنزين. والأهم من ده كله، لقوا خصلة من شعرها ونقطة دمها جوه الحمام. واجهوها بالأدلة. في الأول أنكرت، بعدين قالت دخل علينا لصين قتلوا ترافلز وسابوني، وأخيرا قالت أنا قتلته بس كان دفاعا عن النفس، وقالت إن هو حاول يعتدي عليها وإنها خافت على نفسها. لكن الطعنات والرصاصة والتصرفات اللي بعد الجريمة ما كانتش أبدا بتقول إنه خوف. الحقيقة هي اللي قتلت ترافلز بدم بارد. قامت بتصويره وبتصوير الجريمة وحتى التنظيف، وكأنها بتجهز مسرحية كاملة اسمها جودي أرياس، الحبيبة السابقة اللي ما قدرتش تتقبل إن النهاية مش في إيديها. في 2013 بعد محكمة طويلة الناس تبعتها كأنه مسلسل، جودي اتحكم عليها بالسجن المؤبد بدون أي فرصة للإفراج. لكن لحد النهاردة بتقول إنها حبيبته وإنها كانت ضحية. ودي كانت نهاية ترافلز اللي ثقته ورغبته في الحب كانت سبب في نهايته. وساعات القاتل ما بيبقاش غريب، بيبقى أقرب حد ليه.